فالا موغولس فالا دوهايرس. السلام عليكم، اهلا بكم في تيزر رياكشن هاوس اوف ذا دراجون. معايا المره هذه ضيف عزيز برشا، كنت من زمان نحب نستدعاه في القناه. قد هرمنا من عند هذه اللحظة. لقد هرمنا من هذه اللحظه التاريخية. أجيبها لكم مع واحد تونسي كمان طالعة من عندكم هرمنا دي. فرصه وتيت باش تكون في تيزر رياكشن هاوس اوف ذا دراجون. هيبقى في 2 تيزر ولسه هيبقى في تريلر. تريلر ففي طويل. 3 فيديوهات تانيين ان هنسجلهم شاء الله هو الفيديو هذا باش ينزل في قناتي وفي قناتي. إن شاء ما الله. تنساوش باش تعملوا ريد عليه في اليوتيوب شانل نتاعو وتحطوا له سبسكرايب ولايك وأنا كمان هنزل فيديو عندي ان شاء وهحط الله. حساب أمين، فبرضه تدخلوا تعملوا له سبسكرايب، تعملوا لايك للفيديو من عنده بقى، يبقى من عندي ومن عنده. ان شاء الله نحط لكم اللينكس الكل في الديسكريبشنز، اللينكس وتنجموا تدخلوا على الشانلز وتشوفوا اي جديد من عنا. مع مرحبا بعض. بك يا سي سيف حبيبي الله يخليك. معنا. منور، ربنا يستر. يلا. بسم الله. Were made in the hours following King Viserys' death. The war we fought. Many will die. And the victor will eventually ascend the throne. There is no war so hateful to the gods. It's a war between kin. So bloody as a war between dragons. عملاق. فيجار 75 ثانية هكا من كان جا تريلر طويل شو يصير. احنا باش نرجعوا له التريلر فريم باي فريم، اما تيزر المشكلة فيه برشا مشاهد سريعة برشا. هو تيزر مش هجيب لك مشاهد اي كبيرة. اما مش لدرجة انه سريعة برشا المشاهد ما تنجم تفهم لسه شيء في يعني. 2 تيزر اي هينزلوا، في 2 تيزر فاهمك ولسه في فاهمك تريلر، فهو مش عايز يحرق احداث على المشاهدين. فاهمك، اما التحليل متاع التيزر هذا يحتاج برشا وقت فريم باي فريم، خاطر المشاهد متسارعه برشا بطريقه كبيره. يعني الماتيريال اللي تنجم تخرجوا من التيزر هذا تحاليل ونظريات اكثر حتى من تريلر. فعلا. يعني المشهد الاولاني ده اساسا فيه حاجه، يعني هم عارفين بنسمع دول دراجون ستون صح؟ اي هما ديجا كيف رانيرا سمعت بخبر موت ابنها، كانوا وقتها في دراجون ستون مع في دايمون ومع الدراجون ستون. الجيش متاعها قاعدين يستعدوا. لوك بعثته للبراثين باش يقنع البراثين انهم ينضموا للبلاك تيم السود، وجيسيرس اللي هو جيس بعثته للشمال باش يمشي لشخصيتنا جديده اللي حدثتك عليها قبلها اللي هو كريغان ستارك. ما ظهرش شخصيات اي جديده هو صح؟ والله ما خلونيش الوقت باش نراسك فما شخصيات مم. جديده ولا تيزر سريع بدرجه رهيبه مش عاديه، ما نجمتش نركز. لا انا طول الوقت عمال اقلب في الانستجرام، الكل بدأ ينزلوا في نظريات عرفت وانا مش قاعد عايز احرق على نفسي حاجه. الفايب متاع الفيديو، الريتم متاع الساوند تراكس شوقوني اكثر من حتى اه المشاهد اللي نشوف فيها. الجو العام متاع التريلر حسسني بحاجه يعني نستنى لقينا فيها عندي صوت مده. كمان رينيس ورا في الخلفيه عماله أوه. بتقول كوارث. مش رينيس برك، اليسنت في الاول بعدها لا هاي رينيس. تاور ابوها اوتو. اوتو هاي تاور اوتو هاي تاور في اول فيديو تكلم. Errors were made in the hours following King Viserys' death. شو ملامح وجه رانير. اه ابنها مات، بس في ناس بيقول لك ان هو غالبا ما ماتش، ان هو لا لا وقع لا بس مات في مات مات. انا والله العظيم زعلت على التنين بتاعه اكتر من موته هو نفسه. التنين أراكس. بتاعه كان ضخم. اراكس اسمه، حسب ما في بالي في الروايه هو في كل الحالات مات، اما فما زوز نظريات. التنين متاع ايمند هو اللي يعني كلاه قتله اللي هو فيجار، والا انه سقط من فوق التنين متاعه ومات في البحر يعني بالسقطه. يعني في كلتا الحالتين كل شيء يشير لانه مات. طب انت دلوقتي بعد نهاية الموسم الاول لاي فريق؟ للفريق رينيرا ولا فريق اليسنت؟ هو كل واحد ليه اسبابه، بس انا شوف. شايف ان اليسنت بتتحايل على الموضوع علشان خاطر تخلي ابنها هو الملك، لان هي ضحت بحاجات كتير. يعني اكبر لكن دليل ان هي اتجوزت واحد اكبر منها ب50 سنة. انا نجم نتفهم الزوز اطراف، اما انا مع البلاك تيم انا مع البلاك تيم. اما بالنسبه لي اليسنت هي ضحيه بوها. حقيقة ابوها آه فعلا صح، لان بتستهبل.
يعني هي عملت كل الفيلم ده اللي هو بتاع بعد ما في سيريس مات عشان خاطر تخلي ابنها هو اللي يحكم. ما عندهاش حل اخر. ابوها حتى في الموقف هذاك اذا كان ماهيش مش تعمل يعني هكاكا مش تلقى روحها هي الخاسره، هي الطرف الخاسر. ودلوقتي بعد موت ابن رينيرا دلوقتي هل تلومها على اي تصرف هتعمله؟ لان هي ما كانتش عايزه تبدا حرب. انا مش عايز ابدا حرب مع اخويا. هي هو دلوقتي اخوها هو الملك، اخوها لزم اخوها حرفيا، بالضبط فمش عايز ابدا حرب مع اخويا. ولكن بالضبط. لما اللي عمله بعد اللي أيمن. حصل ما حدش يلومها بقى في اي تصرف هتعمله. في براعم احترام عند أليسن. ولكن دلوقتي بعد لما ابنها وسط الحكم اعتقد ان هي هتبقى عندها جنون السلطه، لان هي دلوقتي بنسبه كبيره هي اللي بتتحكم فيه. يعني اوتو هو اللي بيتحكم في أليسن واليسن هي بتتحكم في ابنها. بس جنون سلطة فما جانب ما تذكرش في الكتاب، خاطر في الكتاب راهي أليسنت ما كانتش متعاطفة مع رانيرا للدرجة هذيك. هما وراو جانب انها متعاطفة مع رانيرا. فما حلقة ما نعرفش نسيت الحلقة الثامنة ولا السابعة، كانت في وقتها في المجلس مع المستشارين الكل ومع ابوها اوتو، كانت ضد قرار انه يشنوا حرب ولا يقتلوا رانيرا. واوتو كان يحب وقتها يقتل رانيرا ويشن عليها حرب. ما فاكر وهي كانت ضد هذا، كانت كنا لها مشاعر. الرواية ما جبدتش الجزء هذا، ما فماش تعاطف، هذا الاختلاف. فما بعد انساني لأليسنت في المسلسل اكثر يمكن من الكتاب. لا بس انا مش معاهم خالص بصراحه، مش مع الخضر. انا شخصيا كان فما شخصيه متشوق لها ولا منتظرها دايما ترجيريان، دايما ترجيريان. المشكله فين؟ ان ما بقاش في فيلم في القصه. يعني دلوقتي المفروض أليسنت هي الفيلم، فاحنا ما ينفعش احنا نتعاطف معاها الموسم الجاي. هو تو الفيلم في القصه حاليا ايمن، بس ملوش قرارات. شو يولي عنده قرارات بعد هذا خاطر ما عندوش حل اخر. حرب حل ما حدش يسمع له، لا هو ملك ولا هو نائب ملك ولا هو هاند اوف ذا كينج ولا اي حاجه. الكلام هيطلع منه غير مسموع. لا مسموع. ايمن هو اقوى واحد في الخضر، اقوى واحد في الخضر ولكن بدون سلطه. يعني هو عشان خاطر يقول حاجه لازم يروح يقول لامه او يروح يتحايل على اخوه يقولها او يروح يقول لاوتو يقول جديد الراي. فاهم انت؟ ان هو كان متضايق من كده، ان هو انا احق من ان انا ابقى ملك، بس مشكلتي ان انا صغير. عشان كده كان متضايق وغيران من اخوه ان هو اللي هيبقى ملك، وهو صح بصراحه المفروض هو اللي ملك. جوست حاجه برك رانيرا يعني الوجه متاعها الحزن متاعها على ولدها. هل تتصور اني رانيرا بالوجه هذا متاعها يعني وبالموقف متاعها والحاله متاعها الحاليه انها هي اللي مش تشن الحرب، هي مش تعطي قرار شن الحرب؟ اعتقد ابنها مات موته شنيعه. ما نتصورش مش نقول لك عليه. رانيرا تؤمن بالنبوءه اللي قالها لها ابوها في السيرس. ابوها وصاها خاطر عن النبوءه هذه وصاها باش تحافظ على العرش، يعني باش ما تعملش حرب، باش الناس ما يموتوش. ايوه الكلام ده قبل ما ابنها يموت. ابنها مات، اما هي عندها مسؤوليه المحافظه على العرش. ما نتصورش. هو مش هتفكر بعقلها وابنها ميت. انا ما نتصور. بالعكس غالبا يبقى في قرارات متهوره. خاطر هما خالقين ايكيليبر في المسلسل، ايكيليبر ما بين دايما ورانيرا. دايما ميل لانه افعال اكثر. رانيرا ما نتصورش. رانيرا نتصور انها تحب تقف الحرب. ما هي قرار الحرب لو هي هتعمل الحرب مش هيطلع غير منها. لا ما ينفعش يطلع غير منها. واللي ممكن يشد عليها شويه دايما نرى العكس، انه دايما هو باش يطلع قرار الحرب. لا ملوش سلطه، ملوش سلطه، هي الملكه. وحتى كان ملكه هو رجلها. شنو رجلها ما عندوش سلطه يعني؟ وعمها نفس الوقت تارجيريانز. الله يحرقهم. نقدموا في التريلر شويه. البيلاط الملكي داخل ايجون محتفلين به بعد ما رسموه كملك للممالك السبعه. هذوما ما نعرفهمش، شخصيات جدد نتصوره. ممكن الحرس الملكي يمكن زادوا. ممكن شخصيات من الحرس الملكي. المفروض يبقوا 7 وفي 2 او في واحد مشي، ففي كذا واحد هيعين ناس جديده. يمكن زاد كريستين كول حطتهم معاه، عينهم يعني. بس دول مش باين ان هم حرس، مش لابسين درع. تبعين الهاي تاور خاطر نتصور. ويمكن مرتزقه. تالي خدم، دول خدم تالي. ينجموا يكونوا مرتزقه زاد. لا عندهم سيوف حاملينهم، ما نتصورش خدم عندهم سيوف. هكا السيف، شفتوا السيف؟ بس اللي ورا دول هم الحراس. هذوك حراس. اما هذوما ظهر لي مرتزقه ولا حاجه، ولا يخدموا تابعين الهاي تاور خاطر لابسين. شفت اللبس ممكن طبعا الهاي تاور من لبسهم واضح من اللبس ان هم هاي تاور. اي هما هاي تاور هذي متاكدين منها. ما نعرفش الخوذه ذي نتاع دايما. ايوه بتاع دايما. والله فخامه. شو العنف والكراهيه هو اللي هيجر ريرا. اي هذاك فاش نحكي لك انا من بكري، قلت لك القرار الحرب باش يجي منه. هذا حسب مش هيجي منه، ما ينفعش يجي منه وهي موجوده، هي الملكه. يا عم انه ملكه ما يفهمش ملكه هذايا. لا تعتبر ملكه، اول ملكه غير متوجه في التاريخ. هو اصلا ما احترمش اخوه في سيرس كيف كان كينج اوف ذا 7 كينجدوم. مش احترم رانيرا. دايما ترجيريان خط احمر، ما يفهم حتى شيء. يهمه لا ملكه ولا مش ملكه. بالنسبه ليه بلاك تيم توا خسرت واحد من اعضائها، عندهم خساره وخضر تسبوا لهم في الخساره هذيك، قتلوا لهم واحد من العائله. بالنسبه لي ما فما حد شيء. فما لا ممكن رانيرا بسبب غضبها هي اللي تعلن الحرب. السود واحد مات وتنين مات،
هما كانوا يتفوقوا على الخضر بعدد التنانين، وبنشوف كان في نهايه الحلقه الاخيره شفنا دايمون وهو راح يروض فيرميثور تنين اللي جهيرس. هو بتاع تنين جهيرس، جهيرس. الملك اللي كان قبل فيسيرس. برمي. فمتخيل كم التنانين اللي بقى موجود معاهم. هم دلوقتي خسروا تنين وخسروا ابن رينيرا، فعادي خالص ان هي تعمل الحرب، لن تكترث بكلام والدها. المشكلة أنا أرى أن رانيرا تشبه لوالدها أكثر من أي شيء آخر، تشبه له. وبرضه الغضب بالغضب هيسيطر عليها، ما احنا حتى شفناها قبل كده وهي غضبانه. وين وقتها شفناها غضبانة نحن؟ وين غضبت؟ لما كنا في حديقه الملوك وراحت اصطادت خنزير. خنزير. هذاك جوست مشهد كيف ما نقولوا ميتافور، حاجة باش يوريك أنها الأميرة الموعودة فازت الأيل هذيك. ايوه الأيل فاهم الأبيض. الايل باش يوريك أنها زعما الأميرة الموعودة وعندها شجاعة وهي تنجم تحكم، مش خاطرها يعني مرأة ماهيش راجل. أما ما نتصورش أنها باش تقدم على حاجة يعني. انا اعتقد ان هي اللي هتنهي الحرب. اختلف اغزل معاك. وجه دايما والله الشر بيده والله اغزل. ما بقول لك والله وجه بتاع واحد باش يدخل فيهم الكل يقتل الناس الكل. هنا بقى معسكر قبل الحرب، دول هاي تاور، هذا بتاع التارجيريان اهو. اما ذا بتاع رانيرا. دول بتاع اللي بعديها، دول هاي تاور. خاطر المشكله تو في المسلسل الشعار نتاع تارجيريان مختلف نتاع تارجيريان اللي في الجرين تيم واللي في البلاك تيم. في بالي الشعار اللي في البلاك تيم باش يكون احمر، يعني الشعار المعروف نتاع تارجيريان. اما في الجرين تيم باش يكون الاصفر اللي هو نتاع ايجون الفاتح، ايجون الغازي، يعني اول ايجون، ذا فيرست ايجون. على اساس ان هو يعني ايجون وكده. أي، هو لبس التاج بتاعه، ما لبسش أي. التاج الثاني بتاع فيسيرس. عليه عملوا كيكه باش زعما يعطيوه الشرعيه نتاع الحكم، يمروا الشرعيه زعما هو الحاكم جديد وهو عنده الحق واخته ما عندهاش الحق خاطر هو ولد وهي امراه. دي برضو مشكله يعني. وهذوما الهاي تاورز. هنا الهاي تاور، بقول لك هنا واضح ان اليسنت طلبت الدعم من الهاي تاور. مو خو اوتو هو اللي يحكم الهاي تاور. هو اوتو طلب الدعم منه، من خو اوتو، يعني الجيش كلهم مش يجي من الاولد تاون. الأولد تاون. اتزنت القوه شويه، يعني هناك في تنانين كتير بس مفيش جنود، وهنا مفيش تنانين كتير بس في جنود كتير. اي اما راهو التنانين اللي تحكي عليهم راهو فيجار وحده 5 ولا 4 هي تنانين. فيجار لوحده مصيبه. كيف يحل يديه بركي يغطي مدينه كامله. وعندك مين تاني؟ فيجار ومين تاني؟ سانفاير مازلنا ما شفناش. تنين ايجون اسمه ايجون سانفاير. ما ظهرش. اي ما ظهرش، ظهر في لقطه صغيره في العزا. صحيح في العزا، بنت كورليوس. وعندك اختهم هيلينا. هيلينا يعني في 3 تنانين. اي عندها والناحيه الثانيه في 7 أو 8. عندها تنين اسمه دريم فاير هيلينا. برضه ده ما ظهرش. ظهر وقتك في جب التنانين اللوطه، وقت اللي هبطوا الصغار يشوفوا في التنانين، لقطه صغيره يعني ما ركزناش عليها ياس. عندنا فيجار وسانفاير ودريم فاير. سانفاير يقال ان هو اجمل تنين. ذهبي. لونه ذهبي. لونه ذهبي. المفروض يبقى حاجه فخمه يعني. بس برضه هنا 3 وهناك الناحيه الثانيه. عندنا رينيرا اسمه سايراكس كاراكسس تنين دايما. وعندك ابنها فيرماكس نتاع جيس مشى للشمال تاع لوك مات. تنين رينيس مرت كورليوس. رينيس بقت معاهم. اي مو انضموا لها. انضموا للبلاك تيم. وفيرميثور اللي حب يروضوا دايما في اخر الموسم. وفي مشهد قدام في واحده من حفيدات رينيس كانت راكبه تنين، صح؟ والله ما ركزتش لك لو بنات تريلر سريع برشا ما نجمش نركز. قعدت نحس بالنوستالجيا نعيش اللحظه اكثر من انه نركز في او مش نتعداو عليهم مشهد مش نتعداو عليهم مشهد ان شاء الله. الموسيقى رهيبه. اي رامين بالنسبه لي الرجل الاول في اي عمل من اعمال. اتفرجت على وست وورد بسببه، تخيل. رامين اي مسلسل تلقى فيه رامين جوادي ادخل طول. هو اصلا عامل موسيقى تصويريه نتاع بريزون بريك، برشا ناس ما في بالهمش بهذا. هو عامل موسيقى تصويريه نتاعها. لا يا راجل. هاي والله خارق. بالنسبه للدروع دي، تعرف اي حد فيهم العوائل دي؟ انه واضح ان دي الدروع بتاعت عوائل. تذكرش اي عائله بالشعار هذايا الحق ما نستحضرش توا، يعني مانيش عارف شنو اصلا المرسوم على الدرع، ما فهمتوش. هو زي غزال مثلا أو لا المشكله مش غزال، حمل تحسه ولا حاجه هيك، حاجه كيف الحمل. انا فاكر اللون الابيض ده عليه خطوط حمراء، بس مش فاكر اسم الهاوس يعني. بس واضح ان هو في تحالفات كتيره. أي بقى هو راهو الموسم الاولاني شفنا التحالفات. دلوقتي التحالفات العوائل تبقى مياله اكتر للحاكم للملك طبعا، فدي هتبقى في مصلحة الخضر للأسف. لا اما حتى البلاك تيم عندهم عندهم تحالفات قوية. عندهم لأن في ناس كتير جدا شايفين إن رينيرا هي اللي المفروض تبقى وكان زي رينيس معاهم بالضبط. وزاد برشا كانوا يعني يحبوا بوها اللي هو فيسيرس، وكانوا مخلصين ليه، يعني هي بنت فيسيرس دونك باش ولائهم باش يكون لها هي باش يتبعوها في الحرب. تصور فدي مصلحتهم.
كيف مثلا تو نورث قوية، نورث من اقوى العائلات، يعني ستارك معروفين من العائلات اللي مش يكون عندهم دور مهم في الرقصة في الدانس اوف ذا دراجون. مش عارف هيبقوا مع مين. اتمنى يبقوا مع لا مع السود. هو من المعقول مش يكونوا مع السود، خاطر جيس مو قلت لك جيس بعثته يعني امه للستارك. المفروض مين دلوقتي الحاكم بتاع ستارك اسمه ايه اللي هو هيظهر في الموسم الجديد؟ كريغان ستارك في سنه الصغير توا هو الحاكم، هو تو في نفس سن جيس، عليك انا متفائل انهم باش يتفاهموا، باش ينجم يقنع كريغان ستارك باش يكون مع البلاك تيم. بس واضح ان دخول ستارك في المسلسل هيديله طابع مختلف خالص. نوستالجيا. وينتر از كامينج. نمشي طيب عدي الفريم ده سبب كل اللي احنا فيه. اوتو هو العنصر الوحيد مستفيد من الاحداث اللي صارت الكل ليك، خاصه الموت لوك اقوى مستفيد من اللي صاير، خاطر هو اللي يحب الحرب تكون، هو اللي يحب الحرب. هو خلاص وصل للحكم، هو اللي هو عاوزه من ايام ما كان بيقول لبنت تروح تتجوز في سيرس، هو وصل اللي هو عاوزه خلاص. فهو عايز ايه تاني دلوقتي؟ الخطوه اللي جايه ايه؟ ان هو يدمر الأعداء، الترجيع نفسيهم، أعداء، ونخلي حتى ثريت على اللي مش يحكم بعديك على العرش الحديدي، يعني في الخلفاء متاع العرش الحديدي من بعد ما يخلي حتى ثريت على عائلته، خاطر اوتو يعرف انه رانيرا تنجم تكون عندها تحالفات قويه يخسروا بها الحرب هما، خاطر اني قلت لك فيسيريس كان ملك، كان برشا عنده اصحاب. الحلقه الاولى انا نتذكره في السيزون الاولانيه، في السيزون الاولى فيسيريس وقتها حضر الملوك الكل متاع الممالك الكل على تنصيب بنته كوارثه شرعيه، تتذكر مو اول حلقه؟ ايوه والكل بالضبط، والكل صح، والكل اعلن ولاءه انه رانيرا وريثة شرعية. بالضبط، يعرف انه رانيرا تنجم يكونوا عندها حلفاء قويين، عليك تمثل خطر كبير عليه، لازم طب ماشي. البراثيوم اللي اقسم للولاء كان ابو اللي حاكم دلوقتي. بالضبط. اما ولده توا اقسم للهاي تاور، بنته مش تكون مرت ايمن. مو خاطر رانيرا ما تنجمش تقدم عرض كيف ما قدموا الهاي تاور، خاطر ديجا جيش ولوك باش ياخذوا بنات دايما اللي هما بيلا ورينا، يعني يعطاوهم سيبون، ما ينجموش يرجعوا في كلمتهم ويقدموا عرض. هذيك المشكله فين طاحوا فيها. ما انت لو رجعت في كلمتك هنا دول هيقلبوا عليك. بالضبط، ما عندهمش حل اخر، يعني ما ينجموش يقدموا عرض كيف ما قدموا هاي تاور، وعرض هاي تاور ما ينجمش زاد يرفضوا. ايوه انت هتحاسب الملك على طول. بالضبط، هي مش تقرب للحكم خاطر هو الثاني بعد خوه، ايمون باش يحكم بعد ايجون، لو يعني ايجون مرض ولا مات ولا حصل له حاجه. لا في العادي الملك ينتقل لاولاد ايجون، اما في حالتنا هذه قلت لك لو ايجون مات وهو صغير الملك ينتقل لايمون، خاطر اولاده مازالوا ما بلغوش السن الشرعي اللي يخول لهم باش يوليوا. ايوه بس هيحكم فتره محدده. اي حتى اولاده يبلغوا سن الشرعي. كل الحالات البراثين رابحين الصفقه. في ابناء غير شرعيين ايجون في الشوارع ماشيين وقتها، دول ممكن يبقى لهم شافوها الوقت بس يعني في موسم رابع مثلا. هي الاشكاليه اللي مش تصير في الاخر، اغلبيه التركيرنز باش يوليوا باستردز من بعد. خاطر باش يكملوا على بعضهم، باش يقتلوا بعضهم الكل. بس بعد اللي حصل اعتقد ان هو ممكن يرجعوا في كلامهم البراثيوم بعد لما قتل لوك. لا عليهم مش يرجعوا، هم ديجا عطاوا بنتهم يعني الايمنت، وهو يهمه الحكم. بس ايمنت اعلن حرب على فكره. ايمنت اعلن الحرب بطريقه مش مباشره، خاطر هو مقصودش. مش مباشر بس مقصودش. هو في المسلسل هو ما يقصدش. هو التنانين برضو ليها اراده، هي ما عندهاش تحكم كامل. بالضبط. بس التنين بتاع لوك جه نفخ نار على الفيجر، ففيجر اتعصب، فطبيعي اللي هو عمله ده. هذه نقطة فلسفية، ونقطة مش حتى فلسفية، نقطة ما عندهاش حتى إجابة مازالت التو في الكتب نتاع جورج آر مارتن وفي العالم أصلا، وطرحها أصلا في سيريس المسلسل. قال قال لك إن هم ما لهمش، إحنا دي كذبة إحنا اخترعناها. هل يعني نحن فعلا نتحكموا في التنانين؟ كان في لقطة بتثبت موضوع التلاحم ده اللي بيبقى بين التنين وبين راكب التنين. ساعة لما رانيرا سقطت الصغيرة متاعها ده كان مشهد، ومشهد اسمه ايه ده اخو في سيريس اسمه ايه؟ دايمون كان انسى الاسامي الكل الا دايمون. دايمون لا كان برضو دي مشهد اتصاب في سهم والتنين صرخ. ده كان في الحلقه الثانيه او الثالثه. هذه من التفاصيل. في نظريات بتقول كده وفي نظريات بتقول كده، بس اللي احنا شفناه من فيجر سقطت كل النظريات اللي فاتت. التفاصيل البسيطه اللي حطوها، هو فعلا صحيح التنين يحس بالراكب نتاعو كيفه، يعني هو مخلوق كيف الانسان يحس. هذاش عاملين يعني الكونسيبت نتاعو المعمول في المسلسل، اللي يصير على الراكب نتاعو يصير عليه هو. فما ترابط ما بيناتهم، فما دم. اما في الاخير فكره ولا السؤال الفلسفي اللي يهزنا، اسكو هما بالرسم يعني عندهم تحكم كامل
على التنانين اللي هو لا. لا تحكم ممكن 50%. فما سؤال كبير، هل التنانين هما اللي قرروا يبداو دانس اوف ذا دراجون؟ هما اللي قرروا؟ وغالبا فيجر هي اللي بدأت. شفت السؤال يعني القوة متاعه فين؟ غالبا فيجر هي اللي بدأت. مش فعلا دانس اوف ذا دراجون بدأت، الدراجون نفسهم هم اللي بدأوها. بالضبط. هو السؤال مش بالضرورة عنده إجابة، أما السؤال في حد ذاته يعني عنده قيمة، تخليك تخمم، تخليك هذه الحاجات نحبهم في العالم. انا نسيت المصطلح او نسيت بتاعت رقصة التنانين دي. واضح ان الحرب هتبقى تنانين فقط، هي القوة العظمى متاعهم، مش تعاركوا بالتنانين. اما فما زاد ساحات معركة وقتال بالسيوف والدروع باز هذا موجود، بس دي مش هيتم التطرق لها بشكل كبير زي التنانين. شكون فما ساحة معركة؟ علاش شفنا منا فما جيش ومعسكر نتاع البلاك تيم وجيش ومعسكر نتاع الجرين تيم، عركة مش تصير، فما ساحة معركة، فما وبالطبيعة اهم حاجة باش تكون العركة ما بين التنانين، هذيك هي ده اللي احنا داخلين نتفرج على مسلسل عشانه اصلا. بالطبع. Many will die. many will die. في ابرياء كتير هيموتوا وكده. فما بريء قاعد قد ما نعرفش باش قاعد مشهد مشهد قذر اقلب. لاري سترونج هذا خاطر العكاز نتاعو. ايوه مشهد قذر كده فكرك كوينتين. باي ذا واي لا كنت ترنتينو. باي ذا واي لاري سترونج من اكثر الشخصيات، اذا كان بعدنا على الميول نتاعو نخطاو الميول نتاعو، من اكثر الشخصيات اللي كانت عجبتني في السيزون الاولانيه. هو ماسك كويس بس جابوه نجس، جابوه قدر، قتل عيلته وقتل ناسه، يعني نحكي وبيوصل تشوف رغباته بينفذها ازاي. نحكي بالشخصيه كتابيا، يعني الشخصيه كيف خرجت نحتم. ولسه يا عم في ناس قرأت الروايه بيقول لك لسه يعني اي هو مش عامل كوارث مزيان. لسه المفروض ان الشخصيه دي تبقى اقوى من كده واعظم من كده بكتير. فكرني بفارس. فارس حلقة قليلة كان يحب مصلحة المملكة. هل لارس يحب مصلحة المملكة؟ هذه المشكلة. مازلنا ما نعرفوش شنو اي بالضبط شنو مصلحته، ما نعرفش. هو تو الظاهر الموجود مصلحته انه يتقرب الاليسنت، هذا اللي فاهمينه. مازلنا ما نعرفوش المصلحة الحقيقية نتاعو، اسكو هو بالرسمي يحب يتقرب الاليسنت هذه المصلحة الوحيدة نتاعو، ولا عنده مصالح اخرى؟ مصلحة المملكة مستحيل يكون عنده مصلحة المملكة. لا انت ده مشهد مش عابر، بس هنا واضح ان في حد هيعدم يعني، بس مين ده؟ ظهر لي هو حسب ماني فاهم انا تو هذه الشخصيه يمكن مستشار من المستشارين اللي في المجلس. نتصور انه اوتو باش يكون في المسار انهم يعودوا الحرب، يعني يكملوا في الحرب نتاعهم. شفت وقت اللي ايمن قتل لوكا هم بداو صاي يكملوا يعني يهجموا على السود. والمستشار هذا باش يكون ضد القرار هذا، باش يكون مع الهدنه وانهم يحكيوا حرب بارده كيف ما نقولوا، مراسلات. ويمكن هذا هو مش يخليه يموت في الاخر، هذا نتصوره. اللي اثبت كلامك الموضوع اللي شفت انت لما يجي يقعدوا في المجلس بيحطوا حاجه كده جوه طبق قاعده تلف كده، فواضح ان هو رماها رمي كده، ان هو كان معترض على قرار فعملت الحركه دي. لما عملت الحركه دي بقى حبوا ينتقموا منه. هذيك في بالي باش توري اللي انت حاضر في المجلس. ايوه بس هو واضح ان هو رماها كده اعتراضا على حاجه يمكن عملت الحركه دي، فالناس اتنرفزوا منه ان هو مفيش احترام للملك ومفيش احترام للهاند ذا كينج وكده، فغالبا اعدموه عشان كده. والله اخر ما وصلت وليت نثبت في اليدين يدين شكون. ظهر لي اليسنت هذه يا سيف، ما نعرفش. لا ما اعتقدش. اللبس اسود، تلبسش اسود، تلبس اخضر. لا اخضر مش اسود هذاك. او كان شفت انت واحد من الحرس الملكي شال البتاع بتاعته دي. لا ما نتصورش من الحرس الملكي، خاطر اللبس نتاعه مش من الحرس الملكي. ما هو مش هيعدم باللبس الحرس الملكي. اي اما حتى اللبس نتاعه كيف ينحي الحرس الملكي ما يلبسش هكاكا. احسه ما نعرفش اللبس نتاعه عاطي شويه على الهيتاوي، لابس شويه اخضر حاجه هكا تقريبا، بس مش باينه برضه. هو اخر حاجه شفنا لورد بيسبوري، نذكر اسمه لورد بيسبوري، قتلوا كريستن كول وقتها، هبط له راسه على العين. وقتها كان ضد قرار الحرب نتذكر. كريستن كول هو اللي قتله، ما عطاه حتى حد امر. خاطر هو كريستن كول قاعد يتحرك بالعاطفه نتاعه، مش قاعد يتحرك مصلحه الملكه ولا المملكه. ايوه بس مات. اي مات لورد بيسبوري مات. مش لا فكرك بتقول ان هو ده. لا مات راسه كل مشى الخط. نتصور نفس الحاله، ما نعرفش، يمكن نفس الموقف. ممكن لان في ناس كتير جدا معترضين على هم بيعملوه ده. تبين حلو، تبين ما بين التو كينجز حلو برشا. الموسم هذا باش يكون فما تطور كبير في شخصية ايجون. وايجون احنا ما نعرفش عنه حاجه تماما تقريبا، غير ان هو طفل مستهتر بس. بالضبط، شفناه طفل مستهتر وما يحبش الحكم، ما يحبش يحكم. الحته دي بقى هنشوف طفل مستهتر كاره للحكم، مسكوه حطوه ملك غصبا عنه. تخيل بقى ده هيعمل ايه؟ باش يولي بالسيف من عليه يحكم، يعني باش يتحول ملك قاسي
نوعا ما هي كاره هي من اخته. هو وصول الحكم بداية سقوط آل التنين. كيف أليسنت حكيت معها قال لها خلي اختي تحكم يعني عادي ما عنديش مشكله. اه اخي امه تجنت كيف بعد اللي عملت هاي الكوليكا ليتس يو ار وطفل. نوت ماي سن. هاي رانيرا قصة شعرها تبدلت. مثلا الرجاله لو عنده دقن بيروح قاصصها، الستات بيروحوا قاصين شعرهم. فاهم انت داخل حرب، ما فيش وقت انت بقى تظبط شعرك. انا نتصور تبدلت قصة الشعر متاعها خاطر فما حاجة جديدة في شخصيتها باش تتزيد ولا باش تظهر. ممكن برضه، بس أنا على اساس الحرب اللي احنا فيها ده اللي انا استنتجته. يعني حسب ما فهمت ان بعدنا على الحزن وفات فترة الحزن وفات تو مش تبدا فترة الحرب. ايوه هذا او نتصور فتره مفاوضات. ممكن كانوا قاعدين في تفاوض لان هم جابوا صوره ما تصورش ايجن. مفاوضات ام مستحيل مستحيل. ما مش عارف، انت بتحاول تهدي الامور شويه من وضع الممالك السبعه ستباد. والله يا سيف كنت تذكر كلمة مفاوضات مرة دايما لما يطلع لنا من الصورة يقتلنا ولا شيء. ايوه هذه بداية الحرب قرعة الطبول تنفق على الشمعة قاعد خاطر هو التيزر عرفت يركز أكثر على تفسيرك للقطات البسيطة باش تخون فيها أكثر باش تتعمق فيها أكثر يعني إذا كان هي نفخت على الشمعة يعني تخش عليها نسيت الماضي، تخش عليها نسيت العلاقة اللي كانت بيناتها هي ورانيرا والصداقة، تخش علينا داخلين على فصل جديد، فصل جديد مظلم وقاتم، فصل الحرب. ممكن بس ما وصلتليش. اي انا التفاصيل هذوك نشيخ عليهم هم متعمدين راهو اخراج راهو هذاك في التيزر. اخراج مش اللي يجي خاطر يعمل تيزر ولا تريلر ولا مختصين. اوه ماي جاد تعرف شكون التنين هذا ولا سي سموك؟ اي جيس سي سموك هذا تنين لينور يعني باش نشوفوا عودة لينور. ما اعتقدش، هو في الروايه مات، ما تمش تلفيق موته ومات في الروايه. يمكن في المسلسل يكون مختلف عن الروايه في الجانب هذا ويكون عنده دور، يمكن مش دور كبير. هو تنين وهيتم استخدامه من حد من السود، ما اعتقدش ظهوره هو نفسه لا. اما التنين ما يجمش يستخدمه حتى واحد غير الراكب نتاعو حتى لين يموت الراكب نتاعو ولا باش يموت في الستيب ستونز مش تصير حاجه. ممكن يموت. اما اذا كان مات هو في ستيب ستونز عليه ما قتلوهش من الاول، عليه يخليه فيه حي. انا اتصور ما دوبا قعد حي يعني عندهم خطه الشو رانرز ليه خاطر هما بيزد على الروايه اكثر يعني اذا كان خلاوه حي يعني راهم عندهم فكره باهيه وافق عليها جورج ار مارتن. نتصور ممكن عشان كده خلوه حي، وممكن عشان يختم الاجنده. بس المجلس فخم برشا والله. انا بحب الترابيزه دي اللي هي شعلها اول مره ايجون تارجيريان الفاتح يعني، ويقال انه طار على ويسترز كوليكا وطلب من النجارين باش ينحتوها ويشعلها بالنار وكان فما فخامه. فكره تشغيلها من تحت بيحطوا نار وبعدين يدخلوا. يا الله التارجيريانز كانوا عندهم في عز حكمهم، في عز حكمهم وفي عز قوتهم وعدل وقوه ويعرفوا كيف يستخدموا تنانينهم مش كيف ما تو ومش كيف دينيرس في اخر المسلسل حتى الطاوله ما عرفتش تشعلها. بيبص على العرش حبوها جابوا التباين ما بين دايمن وايمن بعديها ايمن والعرش. دايمن يقتل في واحد وبعده جاب بالضبط ايمن. الاخراج راهم بتاع التيزر ولا بتاع اي حاجه ما يحطوش المشاهد عبطيه راهم هم عليه يحطوا المشاهد هكاك. هذا ينبئك بمستقبل يعطيك كهنت كيف ما نقولوا نظره صغيره على اللي نجم يصير ولا حاجه. دونك تباين ما بين دايما ايمن وبعدين مش يشوفوا العرش على طول. والعرش ومش اي عرش زاده الرعد والمصايب يعني جايه. شفتك الرعد اللي ضرب على العرش هبط المصايب والظلام. نتصور الثيم نتاع السيزون هذا باش يكون اسود وقاتم واظلم برشا خاصه الكواليتي نتاع الايمج باش تكون ظلمه برشا على السيزون الاولانيه. السيزون الاولانيه كنا نحركوا في الاحداث ونقدموا في الشخصيات، اما السيزون الثانيه باش ندخلوا في صلب الموضوع خاصه ما عندناش قفزات زمنيه يعني ما عادش فما قفزات زمنيه جمله. الحمد لله باش ندخلوا في صلب الموضوع باش نراو ظلام وسوداويه وعنف وشر ودم قتل وخيانه وخبث والثيمز اللي نعرفوهم على جورج ار مارتن في جيم اوف ثرونز الكل سياسه معسكرات تنانين. اوه نورث ستاركس وينترز والله اشتقنا والله عنا برشا والله. واضح ان طالع بقى بغض النظر بقى هو رايح فين بس هو طالع اللي تحالف معاهم ما نعرفش بقى تحالف مع مين لسه. يمكن هو على الارجح باش يتحالف مع البلاك تيم يعني مع رانير. ذي وجهه نظر هو الاقرب خاطر اني قلت لك كريغن ستارك في نفس سن جيس يعني يتفاهموا ينجموا يفهموا بعضهم. اتمنى ان كريغن ستارك يجيبوا ممثل يقدر يؤدي الشخصيه بالقوه بتاعتها لان كل ستارك دول اقوياء بصراحه. لن اسمح باي تهاون في الشخصيه لن اسمح. هذيك المشكله هي الشخصيه متاع كريغن ستارك قلت برشا نقد من الجمهور خاطر قالوا كريغن ستارك قوي وعضلاته قويه ما جايبين ممثل يعني وسيم برشا وبنيته الجسمانيه ماهوش متاع كريغن ستارك. هذا النقد الاول يعني اللي سمعته يعني على العباد اللي قارين الروايه فهمت. انا ما اعرفش الممثل لسه ما شفتش شكل الممثل. شفت شكله ما نعرفش اسمه الحق ما ثبتش مليح. أليسنت واضح ان هي تنتحر.
قال لي سنت تخش عليها مش تدخل المسيحيه. شو اسمه البابتيزم سين مش عاديه. دي رانيرا مين بقى اللي الناحيه الثانيه؟ سي سموك ظهر لي رانيرا باش تمشي له، باش تمشي للينر، باش تصير فما مقابله من بيناتهم. شنو مش يصير ما نعرفش، فما خيانه مش تصير. لينر باش يعاونهم في حاجه خاطر في بالهم ظهر لي الهاي تاور قال لي لينر ميت. فما حاجات في الكواليس مش تصير. مش عارف بس مشهد البلان السين مش عاديه. السينماتوجرافي السينماتوجرافي شوف السيمتري. واشكال التنانين مخيف. واو يمكن باش نفتقدوا ميغيل سبوتشنيك في الحروب خاطر ميغيل سبوتشنيك ماهوش موجود. قائم الحروب صح؟ ان شاء الله تكون الحروب الموجوده بنفس قوه الحروب اللي كانت موجوده وقت اللي كان ميغيل سبوتشنيك موجود. ولا ما عملنا شيء. دي اهم حاجه. هيلينا عندي عليها كلام كبير. هيلينا من الشخصيات تسمى هيلينا ذا دريمر الحالمه. بتقول كلام وبيحصل. هي تتنبأ بالمستقبل بس بصيغه غريبه شويه فاهم انت؟ يعني مثلا بتقول في وحش موجود. تشبه برشا اللي تنبأت بهلاك فاليريا وقت اللي هربوا التارجيريانز من فاليريا وهما هربوا على اساس حلمه. نفس الكونسيبت نتاعك العباد الدريمر اللي يشوفوا المستقبل يتنبؤوا. اما انا عندي سؤال نحب نساله، اسكو هيلينا تعرف مصيرها مذوبه هي تتنبأ بالمستقبل؟ ما اعتقدش. ما هي تتنبأ بالمستقبل ممكن تشوف المستقبل وتشوف قد ايه المستقبل ممكن يبقى وحشي، ممكن تبقى سبب من اسباب الخيانه لامها نعطيك مثال، اذا كان هي تشوف المستقبل وتعرف روحها هي في المستقبل، مثلا تعرف روحها في المستقبل هي الخاسره ما بين اخواتها الكليكه ولا حاجه، ممكن تخونهم. ما نصورش انا باش تخونهم، اما هل باش ترضى بنفس الاحداث ولا يعني كيف باش تكون الامور، كيف باش تتصرف؟ لا ما ركزتش فيها كتير. لا عندها دور مهم ديجا، القوه اللي عندها مهمه. أنا بس في المشهد ده واضح ان هي مضروبه او بتموت او حاجه فاهم انت؟ زياده لو يكتشفوا اخواتها ولا امها انها تتنبأ بالمستقبل يمكن تنجم تعاونهم زياده. بس هم لهم بيعتبروها مجنونه. بالضبط، لو يركزوا معها ويفهموها يعرفوا انه عندهم قوه كبيره لصالحهم. ليش نو جب التنانين باركينج. ذا كريستن كول اي جيس. في بنت دايمون هاي بيلا ولا رينا؟ هما كان في اثنين، واحده ما عندهاش تنين واحده عندها تنين. كان لما امها انتحرت كان المفروض ان هي تاخد تنين امها بس اخذوا دايمون. بالضبط. والثانيه كان عندها تنين، فاعتقد اللي ما كانش عندها تنين ممكن هي اللي تاخد سيسمو. تريلر ما نعرفش حاسسها باش تموت. واضح ان هي رايحه مهمه انتحاريه. مع كلام رينيس ما فماش مواجهه دمويه، قتال مش مواجهه، اكثر من قتال التنانين في بعضهم. وعلى طول بعديك ناخذوا مشهد البيله وهي تصيح يعني بالكلمه. شنو قاعد يصير لهنا؟ يهربوا في الكوين ولا فما شكون يضرب في الكوين؟ فما انقسام في الاراء، فما شكون ما يحبش يظهر لي ايجون يحكم بالاحرى في وسط الشعب يعني. فما اطراف يحبوا رانيرا ويعتبروها هي الوريثه الشرعيه في وسط الشعب بيدو نتصوره، خاطر هو الشعب راهو مقموع راهو يحكموا فيه يعني بالسيف يعني، ما همش قاعدين ياخذوا في راي الشعب. انا فاهم بس واضح ان قامت عليهم ثوره يعني. وواضح ان هم وصلوا للملكه يعني، واضح ان هم دخلوا جوه القصر الملكي ووصلوا لأليسن. كيفاه وصلوا للحرس الملكي؟ الشعوب بتعمل اي حاجه يا امين. يمكن ثم حاجه اخرى زاده، حاجه مهمه برشا نسيناها. ميساريا. مين ميساريا؟ ميساريا اللي كانت حبيبه دايما بكري، اللي لعبت لعبه على اوتو هاي تاور وربحته في اللعبه، خطفت له ايجون. ميساريا بالنسبه لي انا من احسن الشخصيات اللي شفتهم في الموسم الاولاني. ميساريا هي اكثر وحده تشبه الفارس مش لارس، خاطرها همها مصلحه المملكه. ممكن هي تبقى السبب في اللي حصل. بالضبط. شفت مثلا فارس كيف يحرك في الامور، مو عندك الاطفال الصغار والعصافر نتاعو، يعرف كيف يحرك ويشوف الشعب ويحرك الدنيا يعني، نجم يقوم ويقيم ثوره وحده يعني في البلاد. نتصور ميساريا عندها نفس القدرات، تنجم تعمل حاجه في الشعب، مش تصير حاجه، شكون عندها يد في حاجه. راهي ولائها مازال دايما راهي لحد التو يعني، مش تعاونوا نتصور. هي العنصر اللي تابع دايما اللي موجود في الكينجز لاندنج تو. ممكن تبقى جاسوسه لدايما، اما ما نعرفوش ولائها مازال دايما ولا لا، اما نتصور مازال. فما مقاتلات زاد، فما ناس في تحرق اللي ورمات. ارجع لديمون عم الناس. يا الله على الفخامه وحش. بالنسبه لي ماهوش من العبث انه جيهيرس هو اللي يحكم قبل الفيسيرس انه يعطيها الدارك سيستر سيف معروف. دارك سيستر ده اللي معاه بالضبط. الدارك سيستر ما ياخذوش اللي يجيرها. هو جيهيرس هو اللي ادى ديمون سيف في قيمه دارك سيستر. الدارك سيستر راهو سيف فيسينيا تارجيريان اللي هي مرت وفي نفس الوقت اخت ايجون الفاتح. فيسينيا تارجيريان هي اقوى محاربه في تاريخ التارجيريان. ليس من العبث انه السيف هذاك يمر ويمشي لديمون. حاجه اخرى بالنسبه لي راهو فيسينيا هي احسن شخصيه نشوفها في التارجيريانز، شخصيتي المفضله. انا بحب رينيس بصراحه. بحب رينيس بحس ان هي شخصيه قويه، هي دي اللي ينفع تبقى ملكه فاهم. لكن هي ادوها لفيسيرس لان ما ينفعش البنت تحكم
قاعده تحسدها يعني. انا بتكلم عن الرنيس الموجوده في المسلسل. ذا كوين هو نيفر ووز. انا نحكي يعني خاطر قريت الجزء اللي قبل الدانس اوف ذا دراجون في الكتاب، يعني نحكي كشخصيه. لا ما قراتش ما قراتش. انا بالنسبه لي كشخصيه يعني قريتها، بالنسبه لي فيسينيا تارجيريان. هو في مسلسل المفروض ان هو هيتعرض في بس يعني لسه قدام في الغزو بقى. مستنيه خاطر الجزء هذاك قريته في الكتاب، من احسن واروع ما قريت في حياتي. هو اساسا الكتاب اللي هم مقتبسين منه هاوس اوف ذا دراجون اساسا في جزء في الاول في الغزو، هم ما تقبسوش الغزو ده للاسف. بالضبط، هذاك الجزء اللي قريته ايجونز كونكويست الجزء الاول، وبعديك فما سانز اوف ايجون، بعديك تجي حتى نوصلوا للدانس اوف ذا دراجون. ففيسينيا ايش كانت عندها؟ كانت مقاتله كبيره ومن اقوى المقاتلين، وهي المقاتله الوحيده ظهر لي في تاريخ التارجيريانز في القوه ذيك. مش موضوعنا الحق، نجموا نحكيه مره اخرى. ما شفتش ولا احكم، ما قراتش بالضبط يعني. نجم نحكي لك عليها برشا فيسينيا، خاطرها بالرسمي كتابيا شخصيه ماهيش عاديه. لو يعني عملوها في مسلسل، مثلوها في مسلسل باش تكون قويه لدرجه مش عاديه. تشبه برشا لغثا في الفايكنجز، مقاتله. لغثا هي مولوده باش تعمل دور نتاع فيسينيا. لو عملوا مسلسل على الغزو لغثا لازمها تكون فيسينيا، اي شخصيه اخرى نرفضها، ما نتفرجش. لا الشخصيه دي هتطلب فلوس كتير من الممثله دي، فهم بيجيبوا ممثلين كده على قدهم يعطيوها عشان البادجت. يعطيوه اذا كان الشخصيه يحب عليها جورج ار مارتن تاخذ. يا ريت والله يا ريت. هيلينا لو قلت لك واضح ان هي اتخطفت، شفت المشهد الاولاني واضح ان هي بتموت، اتخطفت، اتضربت، حاجه زي كده. مسكينه هيلينا قدام مش تاكل على راسها. مسكينه هيلينا، ظالي هيلينا هي اكثر واحده مش تتضر في الخضر. ما هي واضح كده اكثر واحده مش تتضر. هم شايفينها مجنونه فما حدش بيسال عنها، وغالبا انها تتخطف في الثوره اللي حصلت دي وما حدش ياخد باله منها اصلا. والله اكثر شخصيه نتعاطف معها في الخضر، تحسها بريئه غلبانه، ما عملت شيء، قد روحها في وضعيه اخوات يتعاركوا ضد اخوات وهي بتشتكي على راسها. اللي يعمل في التريلر فاهم القصه كيف باش تمشي بالضبط. تبين ما بين المشاهد واضح. هو مش هينزل حاجه برضه، خلي بالك دي رؤيه مخرج، التيزر ما بينزلش غير لما المخرج يبقى مشرف عليه. اي يعني قلت لك راي اهم المشاهد انت تقول تافهه تطفي في شمعه ولا حاجه، ما هي عندها عمق وبرشا حاجات وعندها باك جراوند ستوري، ويحضر فيك اصلا المواسم الجايه باش بعديك كل شيء يبدا مترابط ككومبينيشن، تاخو حاجه مترابطه متجانسه مع بعضها. مثلا تصوير دايما جاب هيلينا من بعدها، ممكن دايما هيروح ينقذها مثلا. حاجه اخرى اصلا نصور هيلينا، نصور اكثر واحده مش تتعذب في الخضر، مش باش ينقذها. دائما وحط لك هيلينا حلل وناقش. كريستن كول قاعد يتحارب ما نعرفش مع شكون، كرهته كريستن كول. لا ما بحبوش. حتى انا مضايق وقت اللي يجي على الشاشه نتضايق، بدل عليا نقول ما نحبش نقول. عامل زي عيل صغيره كده، زعل وراح ما نعرفش برجوليه شخصيته في المسلسل حسيتها مشيت في الطريق غلط. الامور يرجع فيها الامور شخصيه اكثر من انه يرجع في عقله ولا حاجه. هو عشان زعلان من اللي عملته فيه رينير. بقول لك كانه طفل صغير، وحتى كيف يتصرف، حتى كيف يرياكتي ولا يتصرف من مخه، رغم اللي هو الحارس الملكي نتاع اليسنت شفناه وقت اللي قتل لورد بيسبوري تصرف من راسه. تصرف وحده هكاك. يعني بالنسبه لي هو اي قرار يصب في مصلحه رانيرا مش يعمل كارثه، خاطر يكره رانيرا ما يهموش. راهو في اليسنت في ايجون في اللي يجي. هو اريك سير اريك وايريك هذين الموسم ده دول مع رانيرا التوينز. لا مش الزوز مع رانيرا، ايريك هو اللي مع رانيرا. واحد فيهم بس اللي راح، واريك قعد مع الاخرين. يعني باش نشوفوا باتل ما بين التوينز. ده يبقى باتل حزين على فكره. كيف الباتل نتاع الهاوند واخوه الماونتن والهاوند في جيم اوف ثرونز. نجم نعمل كومباريزون ما يمكن نعمل. ده حزين، خلي بالك بعد ان هم هيشوفوا بعض. برشا حاجات في الموسم الثاني باش تكون بالرسمي فيها برشا مشاعر ومؤثره. هيلينا واحده منهم متعاطف معها برشا وسخفتني. والبيج براذر. مو المصايب الكل. المصيبه في حد ذاتها، كل ما يتحرك يعمل مصيبه. هو على فيجار. الله. عندها كم سنة فيجا؟ كبيرة ياسر، في عمر باليريان وقت اللي مات ظهر لي بلاك دريد. تنين عجوز، هي تنينة مش تنين. والله مانيش مركز برشا على التنين. لا تنينة، قالت في المسلسل كذا مرة ان هي انثى يعني. هي تنينة ولا مش تنينة في الاخر يعني باش تخربها. عملاقة مش مشهد مهيب ومخيف. وين يحبوا يوصلوا به المشهد هذا؟ شنو يحبوا يورينا؟ قال من الاخر الخضر قوتهم الكل في ايمن وفيجار. ما فيش عندهمش تنين تانية صح؟ عندهم 3. قلت لك سان فاير ودريم فاير. ايوه بس هيلينا ما تركبش تنين. عندها تنين تركب، مش عارف تتحكم، مش عارف تدخل حرب. هيلينا ما نعرفش، مازلنا ما نعرفوش. الكاركتر نتاعها مختلف على اخواتها. هيلينا تحسها بريئه وما عندهاش هي مش محاربه، عمرها ما حاربت وما بتتدربش، فهو غالبا هما التنينين بس اللي موجودين. وتنين ايجون تعبان مش عارف يعمل حاجه، هو فيجر بس اللي عندهم. باش نتاثر برشا لو ماتت هيلينا. بصراحه
بستصعب عليها برشا والله، مظلومه في الحكايه. قوه الخضر كلها تتلخص في المشهد هذا من الاخر. شوف الهيبه انت والفخامه شايف ايمون بالنسبه لفيجر نقطه مفيش. نقطه. الرسم برضو، الرسم والتحريك بتاع التنانين مخيف، احسن من خير الموسم. حتى من الموسم الاولاني يعني. واضح ان البنك عالي. داخلين حرب ايموند ورانيرا. ايموند على الاغلب وصل للمعسكر نتاع الخضر باش يبداو يشنوا الحرب. اما مو فيكر هو داخل المعسكر جاي يعني وصل للمعسكر نتاع الخضر باش تبدا الحرب ما بين الخضر والسود. هذا الاغلب. مش هيروح لوحده برضو. معلش هيلينا باش تركب دريم فاير مش تركب. ايجون باش يجي معاه بسام فاير ولا لا؟ نقاط استفهام هذا ما مازلنا ما نعرفهمش. بس واضح ان الموسم هيبقى مخيف. لا كما قلت لك انا متشوق لشخصيتي المفضله دايما تارجيريان. انا عايز اشوف الشخصيه الجديده من ستارك، لان انا بحب ستارك جدا. انتظروا دايما المره ذي الافعال مش الاقوال، باش نشوفوا دايما حرب بقى. وجهه الحقاني. خاطر الموسم الاولاني ما شفناش دايما برشا. قوته كانت في الموسم الاولاني بتفاصيل صغيره، ضحكه صغيره، استفزاز. لا وفي مشاهد كتير جدا اتحذفت. مشهد لما كان بيعيط على مراته اللي ماتت لما انتحرت، خاطر ما حبوش يوريوها انه هو ضعيف حنين ولا ضعيف. بس عادي يعني، جانب من جوانب، بس هو بني ادم برضه. اي اما وراو انه تاثر وقت اللي مدخوه ينجم يعوض مثلا يعني. دايما وقوه مات سميث. انا بالنسبه لي مات سميث خلق للدور هذا. انا كان عندي مشكله بالنسبه لي ان انا كنت بتفرج عليه في مسلسل ذا كراون بتاع نتفليكس، كان هو عامل امير فيليب. كان عندي مشكله كده، مش متخيله بقى كديمون، بس من اول حلقه خلاص تخطيت، اقتنعت. اصعب شخصية تجم تمثلها في الموسم الأولاني، أصعب قلته مش أحسن واحد مثل، أصعب شخصية تجم تمثلها هو دايما. خاطر دايما ما ظهرش في مشاهد كثيرة في الموسم الأولاني. خدم على تفاصيل صغيرة، نظرة، استفزاز، غزرة، ضحكة هكا، تفاصيل صغيرة ذومك يقول هذا دايما قدامك. وما هوش سهل الجملة أنك تقدر توصل الحاجة هذه بتفاصيل صغيرة، صعيب على الآخر. مش نفتقد برشا في السيريس بعد ما خاطر أحسن تمثيل. أحسن ممثل الموسم الأول كان في سيريس، كان عمل دور مخيف، أفضل دور في كاريره كله. في بيكي بلايندرز هذا ممتاز. هذا كاهن. كرهت كره بيكي بلايندرز بالضبط. بيته مندوبة كرهته يعني. هو وصل يبقى هو نجح بالضبط. هو ممثل ممتاز من بكري مش من تو، اما ظهر لا بس دوره هنا كان في سيريس. لا ابدع هنا. فيش كلام انه يستحق ايمي على الاقل. غالب ما خدش مش ياخذ حاجه خاطر غير نحكيو فيه الموضوع اوسكارز وجولدن جلوب وايميز توجهات يعني. لا بقيتش اقتنع بيها الجوائز دي خالص. حتى اوبنهايمر شيك انه يربح حاجه. هيدوها الباربي. قريت قبلك معلومه يا سيف، شهرين اخرين مش بالتريلر دقيقتين 10 ثواني ولا 20 ثانيه. في 2 تيزر نازلين الفتره الجايه قبل التريلر، في 2 تيزر نازلين. اللي عمل التيزر يعرف ايش قاعد يعمل الحق، خاصه في مصير الشخصيات ومستقبلهم والمواجهات الاساسيه نتاع الصراع، مش اللي نراو فيهم توا، اللي مش يصيروا من بعد في القدام يعني في الموسم الجاي ان شاء الله. انا حبيته، رجع لي كده التيمه بتاعت هاوس اوف فايبس. ايوه فايبس فعلا. ان شاء الله يبقى قد التوقعات باذن الله. تو التريلر كملنا منه، نحب نعطي تعليق صغير ولا نكملوا على البوسترات. البوسترات عملوا كل واحده بوستر عشان ما يتخانقوش، رينيرا واليسون. حبيت نحل البوسترات. مش شايف حاجه هنا في البوسترات. ايوه باش نطلعهم. خرجت ثلاثه حاجات اساسيه، الكي ووردز اللي مش يدور عليهم الموسم. اول حاجه الحزن اللي في عينين رانيرا، واليسنت مرعوبه شوف نظراتها، الرعب. فما مأساة. ذوما 3 كلمات اللي بالنسبه لي هم مش يدور عليهم الموسم الثاني، الحزن والرعب والمأساة. لا بعدين واضح في البوستر ان رانيرا يعني تعبانه وطالعه كده. اي هذيك خاطر اول موسم مازلت ما قصتش شعرها ومازلت ما دخلوش في الحرب، مازلت تعاني من فقدان ولدها. اليسنت الناحيه الثانيه لابسه تاج وحلق وشكلها شيك يعني، فاهم؟ فواضح ان اما مرعوبه بتعكس حاله الاثنين دول، واحده تبقى قاعده وواحده بتحارب. اما اليسنت هنا مرعوبه مصدومه باللي صار، عارفه اللي فماش رجوع، صاير الحرب باش تجي، ولدها عمل كارثه، مصدومه مرعوبه باللي باش يجي من الاحداث. فما يعني ذكاء في اختيار الكلام على البوست. فاير تو فاير محطوطه على البوست نتاع رينيرا باش يحاربوا يعني السود. فاير تو فاير نار للنار، كان على معاهم التنانين. والبلاد فور بلاد الاليسنت حسب ما فهمت دم بالدم، يعني باش يموت حد من الخضر في اول أكيد. في اول الموسم اكيد في واحد هيموت انتقاما. بالضبط، واضحه الامور. نعطي فيك شنو باش يصير اول الموسم. فاير تو فاير هو باش يهاجموا السود على الخضر، باش يكون انتقام الموتلوك. الدم بالدم باش يموت شكون في الخضر ما نعرفش، يا ولد من اولاد اليسنت يا باش يكون حفيد من احفاد اليسنت. ممكن. نظريتي هذه عجبتني البوسترات والتيزر. التيزر والبوسترات كل شيء مرتب، كل شيء منظم، وكل شيء متعوب عليه. وفما عمل كبير نشوف فيه قاعد، ماهوش لعب وماهوش استهتار بالمتفرجين ولا القراء نتاع الكتاب، بالعكس نشوف فما اهتمام كبير انهم يعملوا موسم ثاني قوي برشا ان شاء الله. ان شاء الله يبقى موسم اقوى من الموسم الاولاني برشا، مش يكون هو يبقى اقوى من
الموسم الاول مش يكون اظلم سوداوي اكثر، في حروب، فيه القصه الاساسيه اللي نستناو فيها عنا برشا باش نشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله. حاولت باللي نجم نقول اللي نحب، رغم اللي مازلت نحب نقول حاجات اكثر واكثر. عالم جورج ار مارتن عالم غني برشا، غني بالمعلومات، بالحروب، بالحوارات، بالشخصيات. وقت اللي تهبط حاجه جورج ار مارتن، تهبط بوست واحده، العالم كله يتقلب، الجمهور كله يتقلب، ايوه الدنيا كل تتقلب حرفيا. حب العباد العبد ذا واللي عملوا يعني في الليتراتور، في الكتابه، كتابه محترمه. كيف يبدا عمل جورج ار مارتن باش يتعرض في الايامات الجايه ولا حاجه، نسميه ديما مهرجان. انا بالنسبه لي فيستيفال، ماراثون، ما نعرفش حاجه كيكا، مهرجان. العباد كل فرحانه تخش عليه، تحتفل بحاجه، العباد الكل تلمت على حاجه، تحب تتفرج على حاجه. الناس كل فرد وقت يهبطوا على نفس الحلقه، عباد تهبط تحلل، عباد تراجع، عباد تخرج نظريات، عباد تحب تكتشف شنو صاير، تحب تحلل. فما احساس ما نجمتش نحسه في مسلسلات ولا افلام اخرين جمله مهما كانوا، حتى مسلسلات وافلام مفضلين عندي برشا راه ينجم يكونوا اكثر من الحاجه هذه. اما لا الفايب بتاع هاوس اوف ذا دراجون وجيم اوف ثرونز فما حاجه ما فهمتهاش، ما نجمتش نفسرها. شغف، نوستالجيا، حاجات تحس روحك سحر الدم حاجات تحس روحك تنتمي ليها، رغم اللي هي مش بالضرورة يعني حقيقية ولا موجودة، مش يعني موجودة حاليا، أما هي مقتبسة من أحداث حقيقية صارت. خاطر نعرفوا جورج ار مارتن شخصيته مقتبسة من الحروب الصليبية ولا الحروب هذوك يعني. ايوه قبل نبداو نصور وقلت لك نعرفش إذا كان نجم نقول لك اللي الشغف متاعي للأفلام والمسلسلات وانتظاراتي ولات محصورة على جوست عالم جورج ار مارتن. نحبش نقولها، ما نحس بها، ما نعرفش عليه. مش كيف يهبط عمل جورج ار مارتن نبدأ نستنى فيه كيف ما نستنى في فيلم ولا مسلسل آخر، بتاتا حاجة مختلفة. لا مختلف 180 درجة. كذب عظيم. نحب نعرف رايك من ناحية الحاجة اللي خلقها العالم هذا، نجمش نفسرها الحالة اللي تخلقت من المسلسل هذا والعوالم الأخرى اللي مازالت مش يقتبسوا منها. هو بص، برضو الموضوع عائد بنسبة كبيرة للجمهور. الجمهور برضو عمل حالة حلوة. الناس كانت تستنى الحلقة بتاعت جيم اوف ثرونز من أسبوع لأسبوع بفارغ الصبر. لما الموسم يخلص في ناس بتعتذر السوشيال ميديا، ما حدش بينزل حاجة لحد لما ينزل بقى الموسم الجاي من جيم اوف ثرونز، نرجع تاني ننزل ونتفرج على الحلقات ومش عارف ايه. ففي ناس اتشهرت واتعرفت وتابعت، اللي هو الناس بقت عارفاها دلوقتي بسبب جيم اوف ثرونز. ولما جيم اوف ثرونز خلص وقفوا تماما لحد لما نزل هاوس اوف دراجون ورجعوا تاني. انت فاهم؟ فهم وصلوا المرحله دي بنسبه 90% من نجاح العمل دوت. وخدنا بالنا قد ايه هو عمل عظيم. هو الجمهور خلق حاله من حالات الحب للكاتب دوت. الاتش بي او المسلسل حاجه مخيفه. فبرضه ما تنساش فضل الجمهور. على الرغم من الكتابه محترمه والاخراج مخيف والانتاج بتاع اتش بي او اكتر من رائع، مفيش بخل في الانتاج في المسلسلات ديت بتاع جورج ار مارتن، بس برضه الجمهور هو اللي عمل المسلسل ده. على الرغم انا عندي بريكنج باد بالنسبه لي افضل من جيم اوف ثرونز وهاوس اوف دراجون، بس ما كانش مشهور هنا، ما كانش معروف زي ما مش ما كانش مشهور. تنجم تقول انه فنيا يمكن خير في عناصر موجودين في وقته، فما حاجات وعناصر موجودين في بريكنج باد مش تنجم تكون موجوده في حتى مسلسل اخر. اكثر مسلسل تكامل في التاريخ يعني. مين ده؟ المسلسل ده بيتم تدريسه في معاهد السينما في امريكا. انت متخيل وصل لفين؟ فلما مسلسل يوصل للمرحله دي يبقى هو ده الستاندرد، ده اللي احنا ده المعيار بتاعنا. في مسلسل بريكنج باد عملوا ايه؟ خلاص نروح نشوف هم عملوا ايه ونقدمه في المسلسل بتاعنا. نقله جديده في عالم المسلسلات المسلسل ده بالنسبه لي. وخلي بالك هاوس دراجون ماشي على نفس النمط ده بتاع جيم اوف ثرونز وبريكنج باد، وهيبقى من المسلسلات العظيمه. هو مازال بكري ان شاء الله، ماذا بيا يمشي في اكثر، حتى يكون حتى خير من جيم اوف ثرونز. السورس ماتيريال اللي يمكن في جيم اوف ثرونز اكثر من ناحيه الحوارات، خاطر الكتابه نتاع جورج ار مارتن اللي هو فاير اند بلاد سرد للتاريخ اكثر من انه قصه. كتاب والمخرجين في هاوس اوف ذا دراجون باش يبذلوا مجهود اضافي اكثر من جيم اوف ثرونز، خاطر جيم اوف ثرونز عندهم السورس موجوده، الاربع كتب موجودين. اما الفاير اند بلاد الكتاب نتاع جورج ار مارتن اللي مقتبس منه هاوس اوف ذا دراجون هو كتاب تاريخ، يسرد تاريخ، مش يحكي في قصه، يسرد برشا نظريات. يعني المسلسل ينجم يقتبسه حسب ما هو يشوفه، ما عندوش ريفرنس برك. واحد يجي يقول لك انه الاغلبيه صار الحدث هذا، يجي واحد اخر يقول لك الحدث هذا ينجم يكون ضعيف ماهوش صحيح. يعني فهمت؟ يعني عندهم مجال باش يتعاملوا الكتاب والمخرجين نتاع هاوس اوف ذا دراجون اكثر من جيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز موجود كل شيء، انت اللي عليك انك تخرج اخراج باهي وتجيب كاست باهي تتلهى به. صح، بس برضه بيبقى فيه عمل كبير جدا. اي معاك، متفق معاك. ميزانيه تحطت وتخطيط ناجح وبرشا حاجات. شفت انت قلت لي بريكنج باد احسن مسلسل عندك في التاريخ، لكن قلت لي في نفس الوقت هاوس اوف ذا دراجون اند جيم اوف ثرونز فما حب اليوم. ايوه فما حاجه ما تلقاهاش في حاجات اخرى. حاجه ذيك ما نجمش نفسرها انا. فهمت؟ ما خدليش تفسير، ما بعرفش. لا تفسير
خير. هو انت حبيت العمل وحبيت العالم اللي احنا موجودين فيه. اكثر حتى من الحب، حب يمكن يوفى، حب ينجم يوصل يوفى يعني، ما نعرفش حاجه في الغريزه، الحاجه اللي الوحيده اللي عجزت باش نفسرها بالكلام. هتفرج على الموسم ونحاول نفسرها ان شاء الله. مستحيل نفسرها. سحر الكلمه الوحيده نجم نقول ماجيك، نجمش نفسرها بحاجه اخرى. بقول لك سحر الدم. اللي يبدا عمل تاع جورج ار مارتن يتعرض بالنسبه لي يقف كل شيء، تحليلات نظريات، يولي حس روحي نبدا عايش 24 ساعه 24 ساعه مع الشخصيات، نحل فيهم. والله بص، نفس القصه دي مع بتحصل معاه بس في ون بيس. ون بيس نظرياته كتير ويمكن وكلام والله كتير. نجم نقول لك عايش مع شخصيات هاوس اوف ذا دراجون اكثر من شخصيات نعرفهم في الواقع في الدنيا. هو جورج ار مارتن قال كده، قال انا بعيش في ويستروس اكتر ما بعيش في الحياه الواقعيه. والله كانت حلقه ممتعه معك يا سيف حبيبي الله يخليك. وشكرا انك قبلت الدعوه، ان شاء الله نعاودوا برشا مرات يعني نجيبوك ان شاء الله ونستضيفوك. باذن الله. لا مش تبقى اخر مره. كان تريلر محترم بصراحه. انت تريلر واحد محترم. ميرسي. نورت يا سيف. حبيبي ده نورك. شكرا لكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. سلام.